هنشوي البوري ده بالرده فوق الشوايه وهنكمل سواه في صاج داخل الفرن. اول حاجه بعملها بنفتح البوري من البطن كده ونشيل منه الاحشاء وبنغسله بفرشه السمك غسله كويسه، وبنحشيه من الداخل اما تتبيله او تتبيله وخلطه مع بعض. التتبيله ملح وتوم وكمون وفلفل اخضر كده وسبايسي وحاجات جميله زي الليمون والكرفس والفلفل الاحمر برضو، او خلطه بصل وفلفل وطماطم بالطريقه الحلوه ديت كده. بص بقى على منظر البوري كده بعد ما مشيته في الرده اللي هي ديت نخال القمح يعني، ومسخن الشوايه بتاعتي من فوق. بنقول ان الحكايه حلوه، هنبدا بذكر الله وصلاه للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. رصه حلوه كده بمعلمه فوق الشوايه هي بتدخن. بص على المنظر. وانا عارف ان فيه ناس كتيره قوي هتقول لي حرام عليك انت بتعمل البوري مشوي رده مفتوح ليه يا جدع؟ اعمله رده مقفول افضل. هقول له فاكر معايا كده فيديو الفحم اللي انا عملته فوق السطح؟ برضه كان فحم مقفول والناس كتيره قوي انتقدتني وقالت لي الله ازاي بتعمله مقفول ما فتحتش بطنه ليه؟ هقول له النهارده بقى رده مفتوح اهو قدام حضرتك، ولو بصيت برضه في الصاج هتلاقي الدنيس مشوي رده مفتوح برضه هو كمان، مع انه بيبقى حلو قوي في الرده مقفول او في زيت وليمون مقفول، ولكن احنا بنرضي كل الاذواق. وزي المثل ما بيقول لو اتفقت الاذواق لبارت السلع. البوري بتاعي بعد ما اسمر من ناحيتين هوقفه على سيفه دقيقتين، وبعد كده هرفعه من فوق الشوايه هنزله تحت في صاج كده واسيبه على نار هاديه. وانا عارف ان معظمكم ممكن يقول لي الشوايه نارها عاليه يا شيف رضا ليه مشغلها جامد كده؟ هقول له انا عارف انا بعمل ايه، عشان الشغل في المطاعم بيبقى كتير وفي ضغط طبعا عن اللي في البيت، وهنا برضه لازم ننجز العمل. بعد كده هنزل البوري بتاعي في الطريقه ديت كده. قرب معايا ماسك او ماشي يعني او اسباتيول، هنزل السمكايه واحده ورا التانيه كده على الهادي اهو، واجيب بقى التوم بتاعي كده. يا سلام لو بقشر وتوم بلدي. تعالى بقى اقول لك تعملها ازاي. هنحط التوم كله بالقشر بتاعه كده مع ملح خشن، وابدا ادق عليه في الهون، واضرب في الخلاط فلفل احمر مع فلفل اخضر يعني فلفل الوان كده، مع شويه ليمون 3 4 معالق خل والملح والكمون والشطه والكزبره، وازود شويه ميه، واروح بقى اجيب التوم بتاعي بالقشر بتاعه اللي في الهون احطه على الدقه بتاعه السمك واقلب واحطها بالطريقه دي. بص على المنظر كده لما اوري لك شكل السمكيه من الداخل او القشره بتتشال. بص الله يا سلام على الجمال وعلى المنظر، هيطلع طعمه حلو قوي. ولو عايزين طريقه الدقه اللي انا حطيتها ديت او الشرشه او السقيه يعني، هتبص في اول تعليق كده هتلاقوها، لو بتشوفوني من على الفيسبوك او من على اليوتيوب هتلاقوها في صندوق الوصف. يبقى البوري ما خدش 7 دقايق فوق الشوايه وحطيته اهوت في الفرن تلت ساعه، استوى معايا زي الفل. هبدا اطلعه واوري لك بقى المنظر او المشهد الاخير كده بعد ما حطيت له الخضره شبت وبقدونس وكزبره وجرنشه. بقى اجيب قرون الشطه الحمراء او الخضراء كده مع حلقات ليمون حلقات طماطم، وابدا ازين السرفيس بتاعه. تعالى اوري الله يا سلام على الجمال وعلى المنظر. صواني بالصوص الاحمر بالبطاطس والمكرونه. لا 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 لا، في حاجات كتيره قوي لسه هتنزل واسرار. اعملوا لي متابعه بس كده وشاركوا الفيديو ده للغير، ويا ريت تقولوا لي رايكم في التعليقات. بتحبوا البوري بالطريقه ديت او مقفول او محشي؟ وعايزين انزل لكم ايه تاني قريبا باذن الله يا حبايب قلبي. انتظروني، اخوكم وحبيبكم في الله الشيف رضا شعبان فوده. كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم وعيد سعيد عليكم. ربنا يجعل ايامكم كلها خير وسعاده يا غاليين. شكرا للدعم وشكرا لتعليقاتكم ولايكاتكم الحلوه. سلام عليكم.